كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن خلاف جديد بين نادي برشلونة والاتحاد الإسباني لكرة القدم بخصوص إصابة النجم الشاب لامين يامال. الصحيفة أوضحت أن برشلونة لم يبلغ المنتخب الإسباني بأي إصابة عند استدعاء اللاعب لمباراتي جورجيا وبلغاريا، قبل أن يصدر النادي الكتالوني مساء الجمعة تقريرا طبيا يؤكد معاناة يامال من إصابة في العانة ستبعده من أسبوعين إلى 3 أسابيع. الاتحاد الإسباني أبدى استغرابه من توقيت إعلان الإصابة، مؤكدا أن الأمر كان سيجنب استدعاء اللاعب لو تم إبلاغه مسبقا، كما حدث مع فابيان رويز وناديه باريس سان جيرمان. وتضيف ماركا أن ملف يامال ليس الأول من نوعه، حيث سبق أن غادر اللاعب معسكر لاروخا في سبتمبر الماضي بسبب آلام في الظهر، لتظهر بعدها إصابة جديدة لم يكن الطاقم الطبي على علم بها.